اتقال عنهم إنهم مسكوا في بعض ليلة فرحهم. العريس قلب الفرح لنكد وزعل العروسة جامد جدا، هي كمان غلطت فيه قدام أهله والمعازيم. إيه حكاية العريس والعروسة اللي اتقال إنهم اتخانقوا مع بعض ليلة فرحهم؟ مين هما وإيه حقيقتهم؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. مرة واحدة انتشر على مواقع السوشيال ميديا فيديو لعريس وعروسة اتقال انهم اتخانقوا مع بعض في حفل زفافهم. اتخانقوا وقالوا من كرامة بعض جامد جدا لدرجة انهم تصدروا الترند بالفيديو ده طول اليومين اللي فاتوا. لكن مين هما العرسان دول؟ اتضح بعد كده ان العرسان اللي ظهروا في الفيديو دول هما البلوجر ميرا وقاطي. هما القابهم كده فعلا، مش خطأ في الاسم ولا حاجة. ودول حكايتهم حكاية ميرا وقاطي يا جماعة، طلعوا هم اللي عاملين الحركة دي، متفقين مع بعض انهم يظهروا قدام الناس انهم متخانقين وماسكين في بعض، مع انهم في الحقيقة سمنة على عسل وامورهم تمام خالص. ميرا وقاطي اصلا متجوزين من فترة، يعني الزفة اللي شفناها دي مش فرحهم ولا حاجة، دي بكل بساطة احتفال منهم بعيد جوازهم. في اليوم ده قرروا يجيبوا كل اصحابهم ويحتفلوا سوا احتفال يفضلوا يتكلموا عنه الجمهور طول الفترة اللي جاية. ميرا وقاطي زي ما يكون شافوا ان السبيل الوحيد انهم يتصدروا الترند انهم يعملوا التمثيليه اللي شفناها دي، وللامانه هم فعلا قدروا يتصدروا الترند ويكونوا محور حديث الجمهور اليومين اللي فاتوا. اللافت ان عدد كبير من الناس دلوقتي على السوشيال ميديا بيتكلموا على فيديو العريس والعروسه اللي اتخانقوا مع بعض ليله فرحهم وفرجوا الناس عليهم. الكل مستغرب ازاي عريس وعروسه يعملوا كده ليله فرحهم، وليه اصلا يعملوا كده مهما كان بينهم ما يحصلش كده في فرحهم، وكان لازم طرف فيهم يتنازل قدام التاني والخناقة تتلم. ده للجمهور الغريب قالوا على فيديو الخناقة واللي انتشر. في برضه فئة تانية من الجمهور اللي أخدوا الموضوع وقعدوا يتناقشوا فيه من زاوية إن كان العريس والعروسة بيتخانقوا مع بعض من دلوقتي، أمال بعد كده هيعملوا إيه مع بعض؟ دول هيفرجوا الدنيا عليهم بعد الجواز. وفي اللي اقترح إن الجوازة تتفشكل من دلوقتي أحسن ما تتفشكل بعدين. خدوا بالكم ان الناس دي من الجمهور ما كانوش يعرفوا لحد دلوقتي ان الحكايه في اصلها تمثيليه، وان ده حوار معمول من ميرا وقاطي، وان لا في خناقه بينهم ولا حاجه، وان الزفه في الاصل مش فرح، ده يا دوب احتفال بعيد جوازهم التاني. يعني ميرا وقاطي بقالهم سنة كاملة قاعدين مع بعض ومفيش المشاكل والخناقات الكبيرة اللي افتكرها جمهور السوشيال ميديا دي. الغريب انه لحد دلوقتي هم ما طلعوش اعتذروا للجمهور عن التمثيلية اللي عملوها، ولا طلعوا وضحوا للناس اللي فهمت غلط الحقيقة ايه. كمان باب اولى انهم يطلعوا يحكوا للجمهور ان دي تمثيلية وحركة معمولة منهم. في النهاية انتم ايه رأيكم في حكاية ميرا وقاطي؟ هل يستاهلوا تصدرهم الترند ولا لا؟ في انتظار اشوف رأيكم في التعليقات.